تفتكر ليه يا صديقي واحد زي كريستيانو رونالدو يقعد سنين يدور على واحدة كانت شغالة في ماكدونالدز؟ طب خد الحكاية دي في السريع. رونالدو يا صديقي لما كان صغير اتولد في أسرة فقيرة جدا، وكان كل حلمه انه يلعب كورة عشان كان مهووس بيها. ولما راح أكاديمية لشبونة كان بيقعد أكتر من 3 شهور ما يشوفش أهله، فكل يوم بالليل الساعة 10:30 11 كده كان بيروح مطعم ماكدونالدز اللي كان جنب الملعب اللي بيتدرب فيه. والمفاجأة ان ما كانش بيروح عشان يشتري، كان يروح يخبط على الباب اللي ورا، مش الباب اللي بتروح منه الزباين، ويطلب منهم أكل. وبالفعل يا صديقي كان في واحدة هناك شغالة كانت تطلع تديله كل يوم سندوتش برجر، وفضل يا صديقي كل يوم على الوضع ده. وفي مقابلة سنة 2019 مع الإعلامي الشهير بريس مورجان، رونالدو حكى الموضوع وقال ان هو نفسه يلاقيها عشان بس يرد لها الجميل. تخيل يا صديقي بعد كل السنين دي والفلوس والبطولات، رونالدو لسه فاكر الموقف ده، عشان بعد المقابلة دي بكام يوم يكتب مورجان تويته ويقول ان هم لقوها، بس تقريبا طلع حد بيشتغلهم في الاخر، ورونالدو معرفش يوصل لها. لو اول مرة تسمع الحكاية دي سيب لي رأيك، ولو اول مرة تسمعني اعمل سبسكرايب عشان تسمع الحكاية الجديدة.